حبايبنا طلاب تانية ثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ اتمنى الجميع يكون بخير باذن الله. ان شاء الله يا شباب هنبدا مع بعضينا مراجعة المنهج كاملا باذن الله مجانا على اليوتيوب. ان شاء الله هنكون ماشيين معاكم خطوة بخطوة. الفيديوهات هتكون تنازليا من الاول شابتر 6 لحد شابتر 1 باذن الله. تابعوا معانا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله يا شباب هنبدأ مع بعض قوانين الغاز. قوانين الغاز احنا عندنا 3 حاجات اللي هم قانون بويل، قانون تشارل، قانون جولي. قبل ما نبدأ في الفصل في مراجعته عايزين نتكلم مع بعضينا على شوية تمهيدات. أول شيء عايزين نمهده مع بعضينا يا شباب قبل قانون بويل خالص، هي ايه الصفات المشتركة ما بين السوائل وما بين الغازات. طبعا هما الاثنين بيشتركوا مع بعض على ان هما الاثنين مواقع، يعني الصلب السائل مائع والغاز مائع. ثانيا قابلية الانسياب، ان الاثنين بينسابوا يعني بيتحركوا. رقم 3 ان ليهم لزوجة، ليهم قيمة معينة في اللزوجة، السائل له لزوجة والغاز له لزوجة. وطالما هم مواقع يا جماعة فهم لهما شكل الإناء الحيوي. تمام؟ طيب دي بالنسبة للصفات اللي بتجمع ما بين المواقع سواء كانت سوائل أو كانت غازات. باذن الله هنفهم بقى مع بعض يعني ايه غازات واشمعنى او ايه الصفات المصممه او المخصصه بالتحديد للغازات. ايه الحاجات اللي موجوده في الغازات ومش موجوده في السوائل وكذلك، يعني هي صفه مميزه للغاز. اول حاجه يا جماعه اللي هي قابليه الانضغاط. قابليه الايه؟ الانضغاط دي صفه بتميز الغاز عن السوائل. 2 غير قابليه الانضغاط هي كبر المسافات البينيه ما بين الجزيئات وبعضها. كبر المسافات البينيه بين الجزيئات وبعضها. كان ليها تجربه شهيره جدا وجميله جدا هقول لحضرتك عليها في لحظه واحده. لو كان عندي مخبرين، المخبر ده فيه سائل والمخبر ده فيه سائل، لو سحبنا الكارت ده يا جماعه السائل هيدخل على السائل وبالتالي مستوى السائلين هيفضل متساوي، وده نظرا لان المسافه اللي ما بين الجزيئات وبعضها في السوائل بتكون صغيره جدا غير كافيه انها تستوعب سائل جواها. طيب لو جينا جربنا الكلام ده في الغازات قال لك طب احنا هنعمل تجربه نثبتها. ايه التجربه اللي هم كانوا هيثبتوها؟ راحوا حطوا هنا غاز الامونيا ال NH3 وجم حاطين هنا غاز كلوريد الهيدروجين. اول ما سحبوا اتكونت سحب بيضاء هنا كده، سحب بيضاء من غاز كلوريد الامونيوم. كلوريد الايه؟ من كلوريد الامونيوم، وده دليل على اختلاط الغاز الاول بالغاز الثاني. ونظرا لكبر المسافات البينيه فجزيئات الغاز بدات تدخل ايه؟ في بعضها. الصفه الثالثه بقى والاخيره هي الحركه البراونيه. الحركه البراونيه يا جماعه اللي هي او حركه براون دي اثبتت ان جزيئات الغاز بتتحرك بشكل عشوائي وفي جميع الاتجاهات. وخد بال حضرتك معايا كويس جدا، بما انها بتتحرك في جميع الاتجاهات بشكل عشوائي فهي بتكتسب الحركه العشوائيه المستمره دي عن طريق عمليه التصادمات، يعني نتيجه تصادمات الايه؟ الجزيئات ببعضها. ده سببه اللي بيخلي الجزيئات بتكون في حاله حركه مستمره وحركه ايه؟ حركه عشوائيه. بسم الله. بصوا يا شباب، بالنسبة لكمالة التمهيدات طبعا ده شكل مبسط لحركة الجزيئات ان هي بيكون شكلها ايه؟ شكل عشوائي. طيب بعض الأمثلة المهمة اللي احنا هناخدها في التمهيد معانا هو حجم المجسمات. الكرة يا جماعة 4/3 باي ار تكعيب. 4/3 باي ار تكعيب. معلش بالكم بالنص كده بشكل مظبوط شوية. 4/3 باي ار تكعيب. طيب المكعب اللي تكعيب اللي هو طول الضلع في نفسه. الاسطوانه باي ار تربيع اتش اللي ممكن يفك باي ار تربيع اتش كانها اف اتش، ما هي مساحه الدايره باي ار تربيع. متوازي المستطيلات طول في عرض في ارتفاع. بالنسبه لتحويلات الحجم يا جماعه السنتيمتر المكعب بنضربه في 10 اس سالب 6 عشان يبقى متر مكعب. الملي في 10 اس سالب 9 عشان يبقى متر مكعب. اللتر يبقى 10 اس سالب 3 عشان يبقى متر مكعب. دي واحده. طيب بالنسبه لتحويلات الضغط يا شباب نعمل الضغط ازاي؟ عندنا 10 تحويلات للضغط بيتقسموا بطريقه جميله جدا. انا عندي 3 عائلات للضغط. عيله اسمها عيله الارتفاع، وعيله اسمها عيله الضغط، ودي عيله برضه اسمها عيله الضغط. كل عيله من دول يا جماعه بيكون ليها كبير، يعني الرئيس بتاعها. تمام؟ الرئيس ايه؟ بتاعها. العيله دي الكبير بتاعها اسمه المتر زئبق اللي هو الMHG. الضغط يا جماعه الوحده الرئيسيه بتاعته اسمها باسكال، والعيله دي اسمها بار. اسمها ايه؟ بار. عشان نحول الارتفاع لضغط يا جماعه الارتفاع فيه قيم كتيره، من ضمنهم السنتي زئبق ومن ضمنهم المليمتر زئبق، والمليمتر زئبق ده ليه اسم تاني اسمه تور. طب الباسكال اخواته مين؟ نيوتن على المتر مربع
جول على المتر المكعب، كيلو جرام على المتر في ثانيه تربيع. طبعا كل عيله من دول بتتقسم ازاي؟ هفهمك حالا. البار ده ليه يونت ثانيه مكافاه اسمها اتموسفير. علشان نحول عيله الارتفاع لعيله الضغط بنضرب في رو جي، يعني 13600 في 9.8 كده عشان احول من المتر زئبق الى الباسكال. طب من الباسكال للبار بضرب في 10 اس -5. طيب هو انا ينفع اعمل تحويلات جانبيه؟ لا طبعا. ليه؟ انت عندك دي ليها مايسترو كده ودي ليها مايسترو. بالمناسبه دول ايكويفالنت متساويين، المتساويين دول واحد. يعني انت لو اتعاملت مع الباسكال، الباسكال هو النيوتن، هو الجول، هو الكيلو جرام، كله تمام. بس دول كده لازم اللي يكون يتصدر المشهد عيله المتر اللي هو الام جي. طب في بقى تحويلات داخليه، يعني عشان احول من السنتي للمتر بضرب في 10 اس -2. طب عشان احول من الملي للمتر اضرب في 10 اس -3. طب ما الطور هو الملي، يعني ما بين الطور والملي اصلا ايه؟ تساوي، مفيش وحدات، مفيش تحويلات. طيب البار هو تقريبا الاتموسفير، وبناء عليه انا كده ربطت لك ال10 وحدات ايه؟ ببعض. طيب بالنسبه للاستكمال، حالات الضغط يا جماعه، حالات وضع الانبوبه الشعريه. الانبوبه ده كلها في التمهيد بالمناسبه. الانبوبه طول ما هي واقفه راسيا وفوهتها الاعلى، ضغط الغاز اللي جوه، ضغط الغاز اللي جوه بيساوي بي اير زائد اتش اللي هو وزن الزئبق. طول ما هي محطوطه افقيا، ضغط الغاز المحبوس اللي جوه بيساوي بي اير فقط. طب لما تبقى باصه لتحت بيبقى ضغط الغاز المحبوس بيساوي بي اير ناقص اتش. انا عندي يا جماعه 3 حاجات بدرسهم اللي هم درجه الحراره، الضغط اللي هو البريشر، الفوليوم الحجم. عشان اربط الضغط بده، وعشان اربط الضغط بالحجم، وعشان اربط الحجم بالايه؟ بدرجه الحراره. ما بين الضغط والحجم قانون اسمه قانون بويل. ما بين الضغط والحراره قانون اسمه جولي. ما بين الحراره والحجم قانون اسمه قانون تشارل. طيب اللي بيربطهم كلهم ببعض اسمه القانون العام. اسمه ايه يا جماعه؟ القانون العام. طيب احنا هنبدا بقانون بويل. ده قانون بيشتغل عند ثبوت درجه الحراره. لما تثبت درجه الحراره يتناسب الضغط تناسبا نقط مع الحجم. يتناسب الضغط تناسبا ايه؟ مع الحجم. يعني كل ما نضغط جامد ايه اللي يحصل للحجم؟ تعالوا نشوف. فالجهاز ده يا جماعه اسمه جهاز بويل. الجهاز ده باسم العام اسمه جهاز بويل. جهاز بويل ده باختصار لو حضرتك اخدت بالك هتلاقي ان مستويات الزئبق متساويه. يعني النقطه دي بيأثر عليها ضغط الغاز والنقطه دي بيأثر عليها البي اير. يبقى حاليا ضغط الغاز المحبوس بيساوي البي اير قد الضغط الايه؟ الجوي. الراجل اللي اسمه بويل ده عمل 3 تغيرات بتحصل في المساله، او تغيرين بيحصلوا في المساله عشان يتنبؤوا بايه اللي ممكن يحصل للضغط. بص يا سيدي، ده المستوى الطبيعي، ده واحد من المستويات الايه؟ الطبيعيه. تفتكر بقى الراجل ده لما قرر صعود الانبوبه او طرف الانبوبه الحر من على اليمين لاعلى، طبعا انتوا عارفين ان لما ترتفع الهاند دي الاعلى ايه اللي بيحصل؟ بيتراجع مستوى الزئبق في الطرف الحر. بالمناسبه ده اسمه الطرف الحر، هنسميه طرف واي، هو مسميه الطرف واي، ده اسمه الطرف اكس. بيتراجع مستوى الزئبق في الطرف اكس. طب تفتكر التراجع ده بيؤدي ليه؟ اكيد طبعا بيبدا يضغط على الزئبق لحد ما يرفعه من الجنب التاني، فيعمل ايه؟ يؤدي الى زياده كميه السائل في الطرف اكس. طيب كميه السائل لما تزيد هنا يزداد الضغط. تفتكر بقى لما كميه الزئبق بتتراجع من هنا ايه اللي بيحصل؟ بتبدا تضغط على السائل من هنا، فبيزيد الضغط على الطرف ده، يزيد الضغط على الطرف ايه؟ اكس. لما يزيد الضغط على الطرف اكس بيقل الحجم، وبالتالي يا جماعه لما الضغط زاد الحجم ايه؟ قل. فكده استنتجنا ان العلاقه عكسيه. هناك بقى حصل العكس. لما الانبوبه دي هبطت جزء كبير من السائل بدا ينزل لها، فبالتالي تراجع مستوى الزئبق في الطرف اكس ادى الى زياده الضغط في الطرف ايه؟ في الطرف واي، وبناء عليه كميه الزئبق تراجعت، يعني الضغط في الطرف اكس قل، وكمان الحجم تمدد وزاد. اتفقنا؟ من هنا جت ان العلاقه ما بين الضغط علاقه ايه؟ عكسيه، واستنتجنا القانون العبقري جدا ان بي 1 على بي 2 بتساوي فوليوم 2 على
فوليوم واحد مش هنكتب فيه اي مفكوكات حاليا، احنا هنفكه بالتفاصيل. تمام. اول حاجه في علاقه تتاكد طبعا من حاجتين، ان درجه الحراره ثابته، فبنقول بي 1 على بي 2 بتساوي فوليوم 2 على فوليوم 1. طيب المساله دي اكيد طبعا مش بتيجي بالطريقه دي، محتاجه تتفك بكذا طريقه ثانيه. واحد، اول طريقه لو حضرتك بتتعامل مع اسطوانه، لو حضرتك بتتعامل مع اسطوانه، فبعد اذنك الاسطوانه بيكون اف اتش، ودي برضه بتكون اف اتش. فيا جماعه الاسطوانه اثناء حركه المكبس، لما المكبس بيخرج منها زي المثال ده كده مثلا، لما المكبس بيخرج منها زي المثال ده، طبعا حجم الاسطوانه هو بيتغير والارتفاع بيتغير، بس مساحه مقطع الاسطوانه ثابته، وبالتالي طالما مساحه المقطع ثابته بنطيرها من المساله. طيب صحيح. احيانا يا جماعه احنا طبعا الضغط ده اساسي، احنا بقى بناخد الضغط بدلاله الحجم، او ناخد الضغط بدلاله الارتفاع، او ناخد الضغط بدلاله ايه بقى؟ صلي على النبي. ممكن حجم الماده دي يكون كوره، ممكن يكون كوره، فلما يكون كوره زي الفقاعه اللي هنجيلها بعد شويه، لما يجي لك مساله فيها فقاعه او كوره، فبنقول ايه بقى؟ بنقول ار تكعيب على ار تكعيب. تقول لي اشمعنى؟ علشان خاطر الحجم بيساوي في الفقاعه 4 على 3 باي، وهنا برضو 4 على 3 باي، فدي كده ثوابت، دي كده ايه؟ ثوابت. طب يا جماعه احنا اتفقنا في المحاضره ان القطر هو نص القطر في النسبه، وبناء عليه نسب الاقطار اس 3 هي نسب انصاف الاقطار اس 3. يعني ممكن اقول القطر الثاني، القطر الكبير على القطر الصغير تكعيب. طبعا ده 2 يا جماعه عشان ما حدش ينسى، سوري ده 1 وده برضه 2 وده 1. طيب ممكن حل اخير، ممكن يا جماعه لو المساله فيها خد بالك ان الحجم لو هو اسطوانه بنعمل كده، طب لو هو فقاعه بنعمل كده، وده برضه لو كان فقاعه بنعمل كده. تمام؟ طيب لو هو بقى قال ثبوت الكتله، لو قال ثبوت الايه؟ الكتله، بنقول كثافه الاول على كثافه الثاني، علشان الحجم الثاني على الحجم الاول بيساوي كثافه الثاني، يبقى كثافه الاول على كثافه الثاني، لان العلاقه ما بين الحجم والكثافه علاقه عكسيه. حضرتك بقى تاخد بالك كويس جدا من الاطار ده. تمام؟ شايف ده؟ بقول لك اهو احفظه كويس جدا. كده انت حضرتك معاك خريطه تحل الجزء ده كله. الخريطه دي تقدر تحل لك اي مساله. طيب تمام؟ طيب نرجع للمساله اللي فاتت. علشان نحل مساله زي دي يا جماعه بيقول لك اذا علمت ان ضغط الغاز على جانبي السائل كام؟ على جانبي المكبس كام؟ 60. يعني الضغط في المنطقه دي 60 والمنطقه دي 60. تعالى نقسمهم منطقتين، تعالى نجيب اكس وتعالى نجيب واي. طب المستر دي اسطوانه، فطالما اسطوانه بنطير المساحه، فبنجيب الضغط بدلاله الارتفاع، يبقى بنقول بي على بي بتساوي اتش على اتش، لسه كنا كاتبينها حاجه. تعالى نشوف اكس اخبارها ايه كده. اكس دي حاليا ضغطها 60 سنتيمتر مكعب، وطولها حاليا ايه ده؟ طولها ايه اللي جاب طولها مش الارتفاع؟ ما هو طولها حاليا اللي هو ارتفاعها حاليا هو عباره عن ال فقط. طيب بيقول لك اذا تم تحريكه للمنتصف، هي كلها يا جماعه 4، هي كلها 4 ال، واحد هنا وثلاثه هنا. لما يجي في المنتصف المنطقه اكس هتبقى 2 ال، يعني الاتش 2 هتبقى 2 ال. طيب واحد ذكي هيقول لك مثلا الاتش زادت للضعف، يبقى يبقى الضغط يقل لنص، يبقى البي 2 في الحاله الثانيه هتكون 30 سنتيمتر زئبق. ده الانتاج الاول. طيب نيجي لمنطقه واي، هي واي دي كانت الحته دي كلها، واي دي المفروض الضغط بتاعها حاليا 60 سنتيمتر زئبق، المفروض حاليا عرضها او ارتفاعها حاليا 3 ال. لما نجيبها في المنتصف ارتفاعها سيصبح 2 ال فقط. طبعا دي قلت نص، قلت 50%. طب يا مستر انا ما بعرفش اجيب الحاجات دي بعيني. يا حبيبي في قانون، في قانون بيقول بي 1 على بي 2 بتساوي اتش 2 على اتش 1. يا مستر انا لا اعرفه من واحد، قلنا لما يبقى في اسطوانه بنشيل المساحه، ضغط الاول 60، ضغط الثاني مش عارف. طيب ارتفاع الثاني 2 ال، ارتفاع الاول 3 ال، طير ده مع ده، يبقى الاكس بتساوي 180 على 2 تطلع ب 90 سنتيمتر مكعب. الحته دي يا جماعه كانت 60 والحته دي كانت 60، ال 60 دي اصبحت 30 وال 60 دي اصبحت 90.
تمام. هو بقى بيقول لك الفرق كام؟ الفرق ما بينهم 60 سنتيمتر زئبق، يعني الناتج ده 30 والناتج ده 90، يبقى فرق الضغط ما بينهم 90 ناقص 30 هيطلع ب 60 سنتيمتر زئبق. سنتيمتر ايه؟ زئبق. بنعتذر يا جماعه عن السطر ده. بيقول لك اذا علمت ان ضغط الغاز داخل الانبوبه 70، يعني ضغط الغاز جوه هنا كده 70، تمام؟ طيب بيقول لك والضغط الجوي 75، ارتفاع الهواء داخل الانبوبه كام؟ 20 سم. ارتفاع الهواء داخل الانبوبه 20 سم، يبقى اولا ضغط الغاز حاليا بيساوي 70 سنتيمتر زئبق، وكميه الهواء اللي جواها حاليا 20 سنتيمتر. بيقول لي كده، بيقول لك فاذا قلبت الانبوبه واصبحت فوهتها الاعلى، يعني الانبوبه دي اتقلبت. طب انا استفدت ايه؟ اقول لك الانبوبه لما بتتقلب واقفه، لسه قايلين عليها حالا من شويه ان المفروض الضغط الداخلي للسائل هنا كده بيكون ضغط الغاز بيساوي بي اير ناقص اتش. طيب هو الضغط الجوي 75 زائد الاتش اللي هو وزن الزئبق. طب ما احنا لسه حالا مستنتجين ان الزئبق ده بكام؟ ب 5 سم اهو، ما هو ده 75 ناقص 5 يديكم، يبقى 5 سم ده الزئبق صح؟ زود عليها 5 يبقى ضغط الغاز دلوقتي اصبح 80 سم زئبق. يبقى يا جماعه وهي محطوطه مايله كان ضغطها 70، لما اتقلبت بقى ضغطها كام؟ 80. يبقى ضغط الغاز في الحاله الاولى 70، ضغط الغاز في الحاله الثانيه بقى كام؟ 80. عندي الارتفاع الاول ناقص الارتفاع الثاني. يبقى يا جماعه المفروض اللي يفهم هيعرف ان كده الضغط زاد فالحجم قل، يعني ال 20 دي هتقل شويه. يبقى لو قلنا بي 1 على بي 2 بتساوي اتش 2 على اتش 1. ضغط الاول 70 والضغط الثاني 80، ارتفاع الثاني مش عارف، ارتفاع الاول 20. صفر مع صفر هتطلع الاتش 2 بتساوي طير ده يبقى 140 على 8، تطلع تقريبا ب 17 ونص، حاجه زي كده يعني تقريبا. طيب خلاص يا جماعه ده بالنسبه للقوانين. طيب نتكلم على موضوع تاني، موضوع الفقاعه. يا جماعه بالنسبه لمسائل الفقاعه محدش يتكلم عن الفقاعه خالص دلوقتي. الفقاعه مساله سالكه ما فيهاش اي مشكله. المفروض يا جماعه مساله الفقاعه دي لو احنا رقمنا ده الموضع الاول وده الموضع الاخير، الموضع الاول لما تكون الفقاعه في قاع البحر، والموضع الثاني لما تكون الفقاعه في الميه. طب نكتب القانون ازاي؟ يا جماعه الفقاعه كل ما بتصعد لاعلى كل ما الضغط بتاع الميه اللي ناتج عنها بيقل، وبالتالي طالما الضغط بيقل، الضغط الشديد اللي عليها ده بيقل، فحجمها بيسمح لها بالتبدل. وبناء عليه ما تتكسفش تحط القوانين وتكتبها باللغه العربيه، او انك تكتبها بلغه عاميه شويه عشان نفهمها. يعني لو قلت ضغط تحت الماء يعني على ضغط فوق الماء بيساوي حجم فوق الماء على حجم تحت الماء. سهله خالص. طيب هو ايه الضغط تحت الميه؟ عباره عن بي اير زائد رو جي اتش. يبقى حط ده في قوس عشان ما تنساش. الضغط فوق هو عباره عن بي اير بس، لما تطلع فوق الميه هيبقى مأثر عليها مين؟ الضغط الجوي فقط. طيب المفروض بقى حجم الفقاعه فوق اكيد حجم كبير، طب حجم الفقاعه تحت اكيد حجم صغير. وطالما دي فقاعه حضرتك ممكن بمنتهى البساطه تقول ار تكعيب الثانيه اللي هي الكبيره، بلاش نقول الثانيه، ار تكعيب الكبيره على ار تكعيب الصغيره. وممكن نقول كمان دي تكعيب الكبيره على دي تكعيب الصغيره، وهكذا. اتفقنا؟ طيب تعالى ندي مثال. لو ادينا مثال
صلوا على النبي يا شباب. بالنسبه لنا عندنا فقاعه تحت الميه وطلعت لفوق الميه، بيقول لك اذا علمت ان نص قطرها تحت الميه ب 2 سم فان حجمها فوق. طبعا هنا المساله جاب حجم في ايه؟ جاب حجم في نص قطر. طب سهل، اقول لنفسي ايه بقى؟ ضغط فوق على ضغط تحت بيساوي حجم تحت على حجم فوق. طيب هو ضغط فوق عباره عن ايه؟ عباره عن ضغط الجوي اللي هو 10 أس 5 على ضغط تحت الضغط الجوي زائد رو جي اتش. كثافه الميه بتاعت البحر 1025، ما تنساش. طبعا الناس اللي متعوده تعملها 1000، احنا اصرينا في المساله دي ان احنا نخليها 1025. عجله الجاذبيه 10، تمام؟ ارتفاع الميه 10 او عمق الميه 10. الكلام ده بيساوي بقى حجم تحت على حجم فوق. بيقول لك اذا كان نص قطرها تحت الاثنين خلاص يبقى نص قطرها ده الحجم. الحجم يا جماعه 4 على 3 باي الار تكعيب اللي هي 10 اس سالب 2 في 2، 2 في 10 سالب 2 الكل تكعيب على حجمها وهي فوق. فحضرتك عشان تجيب حجمها وهي فوق عارف هتعمل ايه؟ هتضرب ده في ده وتقسم على ده. هتطلع يا جماعه 6.7 في 10 اس سالب ايه؟ 5 متر مكعب. اتفقنا؟ خلاص كده؟ دي بالنسبه لمساله بالنسبه للمثال ده بقى يا جماعه فكره عاليه شويه. بيقول لحضرتك عندما يتضاعف الضغط المؤثر على الفقاعه 27 مره. انت عارف يعني ايه الضغط الضاعف 27 مره؟ يعني لو كان الضغط المؤثر عليها وهي فوق بيساوي بي، فالضغط المؤثر عليها وهي تحت بيساوي 27 بي. يا جماعه الضغط زاد كم مره؟ 27 مره. يعني الحجم المفروض علاقه عكسيه، يعني ثبوت درجه الحراره يقل الى 1 على 27. يبقى بالنسبه لحجمها بيقل كام؟ 1 على 27 مره. طيب بالنسبه لنصف القطر، لحظه مش دي فقاعه؟ المفروض الحجم بيتناسب طرديا مع ارتكعيب. طب ما هو الحجم قل، اوكي يبقى الار تقل. عشان اعرف بس الار بيتاثر ازاي هخلص من التكعيب، فاجيب الجذر التكعيبي للحجم. يعني الجذر التكعيبي الواحد على 27 هتطلع كام؟ سوري، هتطلع الجذر التكعيبي الواحد 27 1 على 3. يبقى يا جماعه نصف القطر يقل للتلت. نص القطر يقل لايه؟ ما هو التلت لما يتعمل اس 3 تطلع 1 على 27. فهمت القصه؟ طيب نيجي لقصه كمان اسمها خلط الغازات. معلومه بس قبل ما نبدا خلط الغازات، لما يقول لحضرتك في الظروف القياسيه، كلمه في الظروف القياسيه اللي هي الاس تي بي مش لازم يديلك التفاصيل. ممكن يكتفي فقط انه يقول لك في المساله اس تي بي. طب بتستنتج ايه منها بقى الاس تي بي؟ بتستنتج ان قيمه الضغط 1 اتموسفير. طيب ده اول معلومه. تاني معلومه بتستنتجها ان بيكون درجه الحراره 0 سيليزيوس. 0 ايه؟ سيليزيوس اللي احنا هنحولها بعد شويه بالكلفن. طيب معلومه كمان، عايزين بس نقف دقيقة قبل ما نبدأ في مسائل الخلط على قوانين الضغط. يا جماعة واحنا بنتعامل مع قوانين الضغط أبوس إيدك تتأكد كمان، تتأكد من تساوي الوحدات. تتأكد من تساوي إيه؟ الوحدات. يعني ده باسكال وده باسكال، ده بار وده بار، ده أتموسفير وده أتموسفير، ده جول لكل متر مكعب وده جول لكل متر مكعب، ده لتر وده لتر، ده متر وده متر، ده متر تكعيب وده متر تكعيب، وهكذا. لازم تتاكد ان الوحدات مش متغيره. طب لو الوحدات مش متغيره عادي خالص. طب لو هي ثابته، لو هي قصدي متغيره خلاص. طب لو هي ثابته برضه خلاص. هي لو متغيره انا هتعامل معاها ازاي؟ بمنتهى البساطه. انا مديلك من شويه كل طرق التحويلات بتاعت الضغط وكل طرق التحويل على خط الحجم. فانا يا جماعه عندي صمام مقفول. الصمام المقفول ده كل اللي بيعمله ان هو بيقفل ما بين الغازين الاثنين. اول ما انا بفتح تفتكر ايه اللي بيحصل؟ لما بفتح الحته دي كده يا جماعه، تعالى كده نقسمها بالمنطق مع بعض. بسم الله. اول حاجه الغاز اكس بالنسبه لغاز اكس، هو في الاول كان ضغطه بي 1 وكان ارتفاعه، بلاش ارتفاعه ممكن نقول حجمه، كان حجمه في 1. طيب بعد عمليه الخلط هيصبح بي خليط في خليط.
طب والجنب التاني نفس القصه، الواي ده كان غاز، كان عنده ضغط اسمه بي، وكان عنده حجم اسمه في. طب بعد عمليه الخلط، مباشره هيبقى بي ميكتشر، خليط في حجم الايه؟ الخليط. وبناء عليه يا جماعه عشان نحط قانون عام للخلط، قانون عام للايه؟ للخلط، بنقول ايه؟ بنقول B1 اللي هو فوليوم 1 زائد B2 فوليوم 2 بيساوي B خليط حجم الخليط. B خليط حجم الايه؟ حجم الخليط. طيب معلش، ولو انها رزاله، القانون ده لازم يكون عند ثبوت الايه؟ عند ثبوت درجه الايه؟ درجه الحراره. ده بالنسبه لقانون الايه؟ لقانون الخلط، محدش يتلخبط في قانون الخلط يا جماعه. طيب بالنسبه لاخر معلومه يا جماعه في الدرس ده ايه هي؟ هقول لك على حاجه، احنا اتفقنا مع بعض ان كده في علاقه ما بين الضغط وما بين الحجم، وهي علاقه عكسيه، عكسيه. طبعا لو اخذنا اي نقطتين، يعني النقطه دي مثلا ليها ضغط معين وليها حجم معين، دي النقطه الاولى. طيب تفتكر بقى النقطه الثانيه اللي هي دي مثلا، النقطه دي مثلا هتلاقي ليها ضغط اقل بس هتلاقي ليها حجم اعلى. فلو سمينا النقطه دي جرين فهنلاقي هنا فوليوم وهنا بريشر، ضغط. لو جينا بقى بصينا هنلاقي ان دي ليها ضغط بتاعها وليها حجم بتاعها، هتلاقي ان الضغط زاد والحجم قل وهكذا. طيب عايزين بس نقف وقفه لمده دقيقه. لو انا عملتها 1 على فوليوم مع الضغط هتطلع العلاقه طرد، بحيث ان حضرتك لو اخترت اي نقطتين على المنحنى هيطلعوا ليهم نفس التفاصيل. تمام يا جماعه؟ طبعا الكلام ده زي ما اتفقنا بثبوت الايه؟ الحراره، وهو ده قانون بويل. علشان كده قانون بويل بيقول ان حاصل ضرب اي ضغط في اي حجم من الاثنين طبعا بيديني في الاخر رقم ايه؟ رقم ثابت. اتفقنا؟ عشان البي والايه؟ والفي علاقه عكسيه. اتفقنا؟ طيب يلا يا شباب ندخل مع بعض على الدرس الثاني. قانون تشارل بيقدر يعمل علاقه بين درجة الحرارة والحجم عند ثبوت الضغط. تقول لي طب بيثبتوا الضغط ازاي؟ عادي خالص، التجربة لو تمت في المعمل في الدور الأرضي تفضل في الدور الأرضي، يعني ما يغيروش الضغط بتاع الجو. لو في شباك مفتوح يفضل مفتوح، لو في شباك مقفول يفضل مقفول طبعا، او لو هو كان مقفول يفضل يكمل مقفول، علشان ضغط الهواء اللي في الغرفه في المعمل ما يكونش متاثر، فبالتالي التجربه تتم بشكل صحيح. طيب علشان يعملوا تجربه تشارل، طيب بالنسبه بقى يا جماعه لتجربه تشارل، علشان خاطر نفهم تجربه تشارل كويس، فالراجل بيعمل علاقه بتربط ما بين درجه الحراره وبتكون ما بين حجم الغاز، ما بين درجه الحراره وما بين ايه؟ حجم الغاز. فاحنا يا جماعه مبدئيا عشان نتفق مع بعض على حاجه، احنا اتفقنا اي حاجه بنتعامل معاها لازم نثبت بقيه العوامل. لو احنا بنعمل علاقه ما بين الضغط وما بين الحجم يبقى بنثبت كل حاجه، لو بنعمل علاقه ما بين الحجم وما بين درجه الحراره يبقى كل العوامل بنثبتها. يعني الاناء بنثبته، الاناءين دول ما يمكن الاناء ده لما نحط فيه ميه سخنه الاناء ده يتمدد اكتر من الاناء ده. ثانيا ممكن يكون خيط الزئبق ده اتقل من خيط الزئبق ده، فنتاكد ان كميه الزئبق واحده، كميه الغاز المستخدمه واحده، هما الاثنين محطوطين في نفس البيكر او في نفس الاناء، السوائل متشابهه، درجه حراره الاثنين متشابهه، كل حاجه في التجربه دي ايه؟ متشابهه، عشان لما نسخن نبدا نفهم موضوع التبدد ماشي ازاي. وبناء عليه احنا اولا الاختلاف كله ان احنا جبنا غازين ايه؟ غازين مختلفين. فبناء عليه يا جماعه لما الراجل قرر يخرج الميه اللي موجوده في التجربه دي كلها ويحط مكانها ميه درجه حرارتها اعلى شويه، المفاجاه ايه؟ خيط الزئبق ده بدا ان هو يتحرك كده، وخيط الزئبق ده برضه بدا ان هو يتحرك كده. طيب بما ان الخيطين دول اتحركوا، المفاجاه بقى كلها ان الخيطين دول اتحركوا بقيم مختلفه، فده يا جماعه دليل على ان كل غاز له معامل تمدد مختلف، كل غاز بيكون ليه معامل تمدد ايه؟ مختلف، وبناء عليه كل غاز من دول فعلا اتمدد بيختلف، ولكن زياده او حركه خيط الزئبق ده دليل على ان العلاقه اللي بتربط ما بين درجه الحراره والحجم هي علاقه طرديه، ولكن بشرط ثبوت الضغط. تمام؟ طيب بالنسبه بقى للقانون يا جماعه، لو هلخص القانون كده على السريع، بسم الله. قانون تشارل، تفتكروا ايه العلاقه اللي جوه قانون تشارل؟ اول حاجه هي ان درجه الحراره الاولى على درجه الحراره الثانيه
بتساوي حجم الاول على حجم الثاني، حجم الاول على حجم الثاني. طيب ده القانون العام اللي احنا ما بنفكش فيه. طيب لو عاوزين نفككه بقى شويه ملاحظات ناخد بالنا منها. طبعا انت اكيد مش منتظرني ان انا اكلمك عن الحجم انت خدت في التحويلات والاشكال، وانها لو فقاعه هنعمل ار تكعيب بدل الفي، وان لو هي اسطوانه بنعمل ارتفاع بدل الايه، والتحويلات بالسنتي واللتر والمتر والمكعب والحاجات دي كلها. وبناء عليه الحاجات دي احنا مش محتاجين نتكلم عنها مره اخرى. طيب بالنسبه لدرجه الحراره في تمهيد حضرتك لازم تاخد بالك منه شويه. ايه التمهيد اللي هنا بقى؟ ان يا جماعه في النظام العالمي جوه النظام العالمي درجه الحراره وحده القياس الرئيسيه بتاعتها هي الكلفن. هي الايه؟ الكلفن. وبناء عليه علشان نجيب التي كابيتال اللي هي بالكلفن هي عباره عن تي سمول اللي هي بالسيليزيوس زائد 273. دي كده يا جماعه التحويله اللي بتربط الكلفن بالسيليزيوس. طب لو عاوزين نعكس سهل، يبقى تي سيليزيوس اللي هي تي سمول سيليزيوس بتساوي تي كابيتال بالكلفن ناقص 273 وهكذا. يبقى يا جماعه ركزوا كويس قوي معايا، ده صيغه القانون والتحويله بتاعته. ده صيغه القانون والتحويله بتاعه درجه الحراره. طيب المستر قال ان درجه الحراره بتكون بوحده الايه؟ بوحده الكلفن، خدت بالك؟ بوحده الايه؟ الكلفن. وطالما احنا بنتكلم على وحده الكلفن فتاخد بالك كويس جدا من الكلفن. طالما قلنا كلفن يبقى لازم نحول. طيب صلي على النبي. طيب بسم الله. بص يا سيدي، اول شيء لازم تاخد بالك منه معانا ان ممكن نفك القانون بهذا الشكل. نقول تي 1 كابيتال على تي 2 هي تي سمول 1 تي سمول 2 زائد 273 زائد 273. يعني انا ممكن اخلي المساله بدلاله السيليزيوس عادي، وممكن اخليها بدلاله الكلفن. لو خليتها بدلاله السيليزيوس تمام، لو خليتها بدلاله الكلفن برضه تمام. لو بالكلفن بس خد بالك السيليزيوس لازم تجيب عليه 273. طب تقول لي ما طير ده مع ده، طير ايدك قبل ما تطيرها. الجمع ما بيطيرش، وبالتالي دي ما تطيرش مع دي. تقول لي طب ما انت لسه قايل في الفيديو قايل ان ممكن نخلي البسط والمقام ليهم نفس الوحده. انا قلت الكلام ده في الوحدات العاديه. انا يا جماعه لو كنت ضربت في 273 فوق و273 تحت كانوا هيختصروا مع بعض، ولكن الاختصار ما بيتمش في عمليه الجمع. وبناء عليه عمليه الجمع ما ينفعش نختصر فيها، فلازم حضرتك مجبر على وحده الايه؟ على وحده الكلمه. الكلام ده بيساوي V1 على V2. بالمناسبه انا ممكن اقول H1 على H2 لو هي اسطوانه، واقول R تكعيب 1 على R تكعيب 2 لو هي ايه؟ لو هي كانت فقاعه. اتفقنا كده يا جماعه؟ ده كده شكل القانون الثاني اللي هو قانون تشارلي. طيب مش احنا لسه متفقين حالا ان الراجل بيقول، او احنا اتفقنا في المساله دي ان عندنا الاس تي دي اللي هي درجه الحراره زيرو؟ يعني كده لو قلت لك الاس تي دي وفكرتك بيها تاني، ايه هي كانت الاس تي دي بقى؟ اللي هي درجه الحراره القياسيه، اللي هي ان درجه الحراره بتساوي تي سمول 0 سيليزيوس اللي هي بما تعادل 273 كلفن، وان هنا الضغط بيساوي 1 اتموسفير. طالما القانون هنا عند سقوط الضغط فالضغط هيفضل 1 اتموسفير. بالنسبه لجهاز تشارلي، عشان الراجل في الامتحان بيقول جهاز تشارلي، يا جماعه جهاز تشارلي ده بمنتهى البساطه هو عباره عن مكان كده بيتركب فيه كل حاجه. ده مكان الانبوبه اللي هنشتغل عليها. الانبوبه دي هي اللي بيكون جواها خيط الزئبق، انبوبه شعريه بتحبس جواها خيط زئبق. بص حته الزئبق الجميله اللي احنا ركبناها دي. طيب في مكان تاني بيبقى متركب فيه الترمومتر. تمام؟ وبعد كده الباقي كله ده مكان الميه، اللي هي المكان اللي الميه بتخرج منه والميه بتدخل فيه. طبعا كل اللي حضرتك بتعمله الميه اللي احنا بنحطها بنقيس درجه حرارتها. ميه ساقعه هتلاقي البرد او البروده درجه الحراره القليله بدات تعمل انكماش، فحجم الغاز هيتراجع. تمام؟ طيب ثانيا تاخد بالك كويس قوي. ثانيا حجم الغاز الزئبق ده بيطلع فوق وينزل تحت بناء على السخون. اتسخن بيتمدد، برد بينزل ايه؟
للاخر وهكذا. طيب عندي بس استفسار بسيط، حضرتك لازم تاخد بالك من الحته دي كويس جدا اللي كنا بنقول عليها. طب ايه هي؟ ان معاملات التمدد يا جماعه بتختلف من غاز للتاني. يعني مثلا عايزين نفهم يعني ايه اصلا معامل التمدد. ايه هو معامل التمدد الحجمي للغاز؟ اولا هو رمز معامل التمدد الحجمي الفا. الفا في بيساوي ايه؟ صلي على النبي. احنا عشان نعمل تجربه زي دي نجيب حجم الغاز مره عند 0 سيلسيوس ونجيب حجم الغاز عند 100 سيلسيوس عشان نعرف هو اتمدد قد ايه. فكل القصه حضرتك بتعمل حجم الغاز عند 100 سيلسيوس ناقص حجم الغاز عند 0 سيلسيوس على حجم الغاز عند 0 سيلسيوس في فرق درجه الحراره. لو خدت بالك هتلاقي ان الحجم ناقص الحجم يعني تقريبا لتر ناقص لتر يطلع لتر. حجم فوق مع الحجم تحت هيطيروا مع بعض، يعني وحده القياس 1 على تي، يعني 1 على درجه الحراره، يعني كانها 1 على كلفن. علشان كده هتلاقي وحده قياسها كلفن أس -1. طيب بالنسبه للأولى. طيب بالنسبه للثانيه هقول لك يا سيدي، لو حضرتك قررت تشتغل على انبوبه، طب ما ده ممكن نشيل منه مساحه 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 وتطير مع بعض. ممكن نقول طول الغاز مش كانت ارتفاع يا مستر؟ يعني يعتبر طول الانبوبه كده مثلا. طبعا لما يتمدد هيرفع لفوق، فبنجيب الطول عند 100 ناقص الطول عند 0 على طول عند 0 ضرب درجه الحراره. ضرب ايه؟ درجه الحراره. وحده القياس سنتي ناقص سنتي على سنتي يطيروا مع بعض، هيتبقى برضه كلفن أس -1. دي وحده قياس معامل التمدد. طيب في طريقه ثانيه، الالفا في بتساوي ايه؟ الالفا في يا جماعه بتساوي، في طريقه جميله جدا ممكن نجيبها بطريقه ثانيه، ولكن خد بالك انها مش هتكون في طرف لوحدها. هنجيبها من جوه المساله. طيب هنجيبها من جوه المساله ازاي؟ يا اما انت راجل شاطر في الرياضه هتعرف تجيبها، يا اما حضرتك بقى هتدخل على الفيسبوك عندنا على القناه اللي هنسيبها لك في الديسكربشن ان شاء الله في الفيديو او في اول كومنت على الفيسبوك. هتدخل على الفيسبوك على البيج هتلاقي في فيديو بيعلمك ازاي تحل بالاله عن طريق الشيفت سولفر. تحط المعادله ترسمها، تحط الاكس مكان المجهول يطلع لك الاكس في لحظه. ممكن تدخل على الفيسبوك عندنا تلاقيها ان شاء الله. بيرفكت. كنت بعمل كده السنه اللي فاتت بس كنت بمنتج لنفسي فكنت الحاجات دي ببقى فاكرها، يعني كنت برجع اظبطها على طول. انت هتفتكرها لما تجيلك. طب ايه هي بقى الطريقه يا جماعه؟ صلوا على النبي. هنقول V1 على V2 بتساوي 1 زائد ألفا في T1 T2. خد بالك انا حاطط التي 2 اللي هي سمول اللي هي بالسيليزيوس، بالسيليزيوس. تمام يا جماعه؟ طبعا المجهول مين كده؟ اللي هي الاستاذه دي والاستاذه دي، هي نفس الحاجه بالمناسبه. حط على الاله بالطريقه اللي احنا هنحطها لك ان شاء الله في اول فيديو، اتفرج عليها هتعرف. فطبعا المساله هيدي لك ده ويدي لك ده ويدي لك ده ويدي لك ده ناقص الالفا باذن الله. كده كام قانون للالفا؟ 3 قوانين. نستكمل بقى الكيرفات ونختم الكيرفات. ايه بقى موضوع الكيرفات ده؟ علشان نشرح الكيرفات دي بالتفصيل لازم حضرتك تتذكر معايا كويس جدا ايه علاقه الحجم اللي هو بيكون بالمتر المكعب مع درجه الحراره. هتقول لي استنى بس، درجه الحراره بالايه؟ اقول لك برافو عليك، قصدي يا استاذ بالكلفن. تقول لي علاقه دايركت. ايه ده؟ هي لو مش بالكلفن هتبقى ايه دايركت مثلا؟ لا هتبقى طرديه برضه، ولكن ليها اختلاف شويه. طيب انا لو حبيت اعمل المحتوى بتاعي حجم وتي سمول بالسيليزيوس، المفروض يا جماعه بدايه المنحنى ده تبقى من عند 0 الكلفن. 0 الايه؟ 0 الكلفن. بالمناسبه هو 0 الكلفن هو عباره عن سالب 273 كلفن، صح؟ سوري، هو سالب 273 سيليزيوس. وبناء عليه لو انا حبيت ابدا نفس المنحنى ده من الصفر فانا هضطر ابداه من ورا شويه، من عند مين؟ من عند سالب 273 سيليزيوس اللي هي كانها 0 للكلفن، والعلاقه برضه هتكون طرديه.
يعني الدنيا زي الفل، هي بالظبط. طب يا مستر هو انا الكيرف ده اقدر استفاد منه ازاي؟ تقدر تستفاد منه في 3 حاجات. اول معلومه انك تعرف ان العلاقه طرديه، وان العلاقه لما تكون مع السيريسز بتبقى من عند السالب 273 اللي بالمناسبه بيسموه الصفر المطلق. طيب ايه هو الصفر المطلق؟ الماده او سوري درجه الحراره اللي الماده عندها لو راجل، يعني لو انت ركزت شويه في المنحنى ده هتاخد بالك ان المنحنى ده بيتراجع صح؟ بينزل للصفر. طب المنحنى ده لو نزل للصفر او تراجع الحجم كمان بينهار معاه. علشان كده صفر السيليسيوس ده احنا ما وصلنالوش لحد النهارده. علشان كده صفر المطلق بالمناسبه بيكون الصفر المطلق ده الماده او بالتحديد حجم الماده بينهار. حجم الماده ايه؟ بينهار. زيك انت كده في الفيديو، زيك كنت بتتفرج على الفيديو كده. المهم يعني حجم الماده اللي بينهار ده كل قصته ان الحجم بيقل جدا 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 وبيتراجع. طبعا ده مش موجود على ارض الواقع. طيب دي بالنسبه للاستفاده الاولى. طب بالنسبه بقى للاستفاده الثانيه هقول لك يا سيدي ركز، هو الرقم ده يمثل ايه؟ يمثل صفر السيليسيوس. طب ما هو البوينت دي او نقطه التقاطع دي هي النقطه اللي بيحصل عندها التقاء ما بين الحجم وما بين درجه الحراره، يعني ده يمثل حجم الغاز عند صفر سيليسيوس. حجم الغاز ايه؟ عند صفر سيليسيوس. طيب فاكر ال 100؟ طب زق كده معايا ال 100 شويه. لو طولنا السلك الاحمر ده شويه كده لفوق الرقم ده هيكون بيعبر عن حجم ال 100 سيليسيوس. بيعبر عن حجم الايه؟ ال 100 سيليسيوس. كده يا مستر انت اكيد استنتجت الثالثه لوحدك ان البوينت دي بتعبر عن حجم الغاز عند صفر ودي بتعبر عن حجم الغاز عند 100. طيب مش دي الارقام يا جماعه اللي احنا عاوزينها؟ اللي هو حجم الغاز عند 100 وحجم الغاز عند صفر وحجم الغاز عند صفر، فرق درجه الحراره من صفر ل 100 100، هتحط هنا 100. طيب الاستفاده الثالثه ايه؟ اقول لك يا سيدي ان انت ممكن تغير الارقام. يعني انا ممكن ادخل مع حضرتك في فكره ثانيه، يعني ممكن اجي لك كده واقول لك بص شايف ده؟ شايف الرقم ده اللي انا هحسبه حالا ده؟ بص يا سيدي. طيب ركزت كده معايا؟ الرقم ده بيعبر عن درجة حرارة مقدارها 210 سيليزيوس. عادي جدا. أنا كده خد بالك بقى معايا. الرقم ده حجم V2 وده V1 ماشي؟ عندي درجة الحرارة الأولى وعندي درجة الحرارة الثانية. لو عندي ده مثلا ب 2 لتر هقدر اجيب ده بسهوله، ما العلاقه طرديه صح؟ يبقى 4 استفادات. اول استفاده عرفت موضوع الصفر المطلق وان الماده بتنهار. تاني استفاده عرفت فين مكان حجم الغاز عند صفر وحجم الغاز عند 100 عشان تجيبهم تشتري بيهم او تحسب بيهم معامل التمدد. ثالثا تعرف تجيب اي غازين وتشتغل عليهم، حجم الغاز الاول وحجم الغاز الثاني ودرجه حراره الغاز الاول ودرجه حراره الغاز الثاني من قانون تشارل الطردي. رابعا ودي اخر قيمه فيهم هو انك تقدر تحسب لنا فرق درجات الحراره بسهوله عشان نحصل على الايه؟ على الالف. طيب يا جماعه بالنسبه بقى لو المنحنى ده جمع ال زي الحجم مفيش مشكله خالص. ال هو الحجم ده يا جماعه طول الحجم عند صفر ونفس الطول عند كام؟ عند 100 سيليزيوس. ده كده ال عند 100 ايه؟ سيليزيوس. فاكر قانون الالفا كان بيساوي ايه؟ ال 100 سيليزيوس ناقص ال صفر سيليزيوس على ال صفر سيليزيوس في فرق درجه الحراره. شايف الرقم ده اللي احنا هنلاقيه ده؟ هتلاقيه محطوط هنا وهتلاقيه محطوط هنا. طب شايف الرقم ده؟ هتلاقيه هنا. شكرا. في الخريطه دي ايه رايك؟ طيب بالنسبه لختام الموضوع يا جماعه كله، علاقه الالفا بدرجه الحراره. وبالمفاجاه ان العلاقه ثابته، لان العلاقه اللي بتربط ما بين الالفا وما بين درجه الحراره ثابته، لان كل غاز في الدنيا بيبقى له معامل تمدد خاص بيه. نيجي بقى للقانون الاخير، قانون جولي. طيب ايه هو قانون جولي؟ قانون شبه بالظبط المانيمتر، هو عباره عن اسطوانه. الاسطوانه دي مدوره كده فيها متصل بيها انبوبه ذات الشعبتين. كل القصه يا جماعه
انها لازم تكون مملوءه بسائل. كميه السائل اللي هتتملي دي تمثل 1/7 من حجم الانبوبه. تمثل كام يا جماعه؟ 1/7 من حجم الانبوبه. طب اشمعنى؟ اقول لك لان غالبا السائل اللي جواها ده بيكون زئبق. بيكون ايه؟ زئبق. والزجاج التجربه دي يا جماعه بتعمل علاقه بين درجه حراره الغاز وضغطه. درجه حراره الغاز ايه؟ وضغطه. وبالتالي طالما انا بقيس السائل فيا جماعه هضطر ان انا الانبوبه دي بما انها فيها غاز فهحطها في قلب اناء وهرفع من درجه حرارتها وهبدا احط فيها مثلا سائل زي الميه، تمام؟ وهرفع درجه حرارة السخونه دي هتبدا تضغط على الاناء ترفعه من الجنب الثاني وهكذا. ليه بقى 1/7 من حجم الاناء بالتحديد؟ 1/7 من حجم الاناء لان معامل تمدد الزئبق، معامل تمدد الزئبق 7 أضعاف معامل تمدد الزجاج. ايوه مش فاهم؟ مش احنا لسه متفقين حالا في الفيديو ان اي حاجه يا جماعه بتتعمل فيها علاقه لازم يكون في بواقي ثابت او بقيه العوامل ثابته. انا لو دلوقتي قررت ان انا امدد الماده لو سخنتها شويه درجه حرارتها بتعلى. طب ما انا مش بسخن الغاز، ده انا بسخن الاناء اللي فيه الغاز، ففي تمدد مرتين، يعني في تمدد في الغاز وفي تمدد في الاناء اللي بيحتوي الغاز. طب لو التمددين اختلفوا عن بعض هيبدا يحصل عندي مشكله. ليه بقى المشكله اللي هتحصل؟ ان تمدد الغاز ممكن بالتبعيه يكسر السائل. طب ممكن يكسر الاناء، انا اسف. طب ممكن الاناء نفسه لما يتمدد جامد الغاز يتحرك جواه باريحيه، وبالتالي انا ما لاحظش بعيني ان الغاز ضغط على الميه او على الزئبق، انا اسف. وبناء عليه لازم يكون معامل تمدد الاثنين متساوي، بحيث ان لما ده يزيد درجه وده يزيد درجه يبقى انا كاني ما فرقتش ما بينهم او كاني ما عملتش حاجه. فلازم كميه السائل اللي بتتحط من الزئبق تكون 1/7 من حجم الايه؟ الاناء. وطبعا التجربه لما اتعملت وقرروا ان هم يسخنوا يرفعوا درجه حراره الميه اللي موجوده، سخنت الغاز وبالفعل الغاز ضغط على السائل ورفعه من الجنب الثاني، واستنتجوا ان عند ثبوت الحجم بيتناسب او تتناسب الحراره طرديا مع الضغط. طرديا مع الايه؟ مع الضغط. وبقينا بنقول B1 على B2 بتساوي T كابيتال 1 على T كابيتال 2، او ممكن نقول T سمول زائد 273 T سمول زائد 273. طبعا مش محتاج اقول لك الضغط لو اختفى تجيبه ازاي، ولو درجه الحراره اتحولت من السيليزيوس لازم تجمع عليها 273 عشان تستخدمها بالايه؟ بالكلفن. ده بالنسبه للقانون. طب تفتكر بقى كل الغازات بتضغط زي بعض بنفس الطريقه؟ اكيد طبعا لا. وبناء عليه زي ما كان بالظبط في معامل التمدد الحجمي، فبرضه النهارده في حاجه اسمها معامل الزياده في الضغط. معامل الزياده في الايه؟ اللي فات اللي شاطر اللي فاكر انه كان اسمه الفا في. الفا معامل التمدد والفي عشان الحجم. النهارده معامل الزياده في الضغط رمزه بيتا بي، وتقريبا نفس القانون. ضغط الماده او ضغط الغاز عند 100 سيليزيوس ناقص ضغط الغاز عند 0 سيليزيوس على ضغط الغاز عند 0 سيليزيوس في ضرب درجه الحراره. وحده القياس هتطلع كلفن أس -1. طيب معلومه لحضرتك، تعرف ان معامل تمدد الغازات الطبيعيه اللي هي الغازات المثاليه 1 على 273، وهو ده الرقم اصلا اللي قدرنا نطلع منه سالب 273 اللي هو الصفر المطلق اللي هو الصفر كلفن. علشان كده هتلاقي الالفا الطبيعيه للغازات الطبيعيه هتلاقي ان معامل تمددها الطبيعي 1 على 273. طيب صليتوا على ايه؟ عليه الصلاه والسلام. طيب ده بالنسبه للضغط. طب القانون الثاني، بص يا سيدي، القانون اللي هو بيجي بالشيفت صلب، فاكر؟ اللي هو بيجي من جوه بقى. ممكن نقول ضغط الاول على ضغط الثاني بيساوي 1 زائد 1 زائد بيتا بي تي 1 بيتا بي تي 2. بالمناسبه التي 1 والتي 2 زي ما فهمت حضرتك كده التيهات دي كلها تيهات سمول اللي هي درجه حراره بوحده الايه؟ بوحده السيليزيوس. تمام؟ ده كده بالنسبه للايه؟ للقصه دي البيتا اللي انت ايه؟ اللي انت محتاجها. اتفقنا يا جماعه؟ اتفقنا. طيب بالنسبه بقى للرسومات البيانيه والكيرفات، اول شيء لازم تاخد بال حضرتك منه ان العلاقه طرديه ما بين الضغط وما بين درجه الحراره الكلفنين تطلع العلاقه طرديه. طب يا مستر لو انا قررت اخليها بقى بدلاله الضغط وبدلاله
درجه الحراره اللي هي الصغيره اللي بالسيليزيوس، حبيبي نفس اللي فاكر، هتبدا من ورا برضه اللي هي من سالب 273 سيليزيوس اللي هي موجب اللي هي 0 في الكلفن، 0 في الايه؟ الكلفن. الاستفاده الاولى ان الرقم ده يمثل 0 سيليزيوس، والرقم ده يا جماعه اللي هو فيه 0 سيليزيوس ده هو ده ضغط الغاز عند 0 سيليزيوس، الرقم اللي هتجيبه تحطه هنا كده وهنا. طيب المفروض ده كده عند 100 درجه، يعني ده بالظبط يمثل ضغط الغاز عند 100 درجه سيليزيوس، وهكذا. طبعا ده ممكن نجيب منه العلاقه الطرديه والعكسيه، ممكن نعرف نجيب منه معامل التمدد اللي هو الالفا، ممكن كمان نعرف الصفر المطلق، وهكذا. العلاقه الطرديه دي اللي احنا حسبناها حالا دي مهمه جدا في غايه الاهميه، سواء كانت بالطريقتين. طيب بالنسبه بقى يا جماعه لاخر شيء الا وهو كيرف مشهور جدا بيجي في الامتحان على طول. طيب العلاقه اللي ما بين البي والرو حلاوة حلاوة ده بلدي ونجاوة نجاوة. طب بص حلاوة حلاوة تعالى شوف يا حلو بلدي، تعالى شوف يا حلوة يا شعر. سيديهات ببلاش اهي. السيديهات ببلاش. يا الله يا رب خدهم قبل ما ابعتهم لك يا رب. ماشي بسم الله. طيب بالنسبه للثلاث كيرفات دول يعتبر واحد من اهم الثلاث كيرفات دول اللي موجوده في المنهج. طيب صلى على النبي. بصوا بقى عشان اتعامل مع مساله زي دي لازم نثبت علاقه. يعني مثلا انا اخترت النقطه دي مثلا وخدت خط كده انا ثبتت الكثافه، يبقى اقول لنفسي كده عند ثبوت الكثافه، عند ثبوت الايه؟ الكثافه. طيب تعالى بقى نشوف النقط اللي احنا عدينا عليها. احنا عدينا على نقطه التقاطع دي وعدينا على نقطه التقاطع دي. الرسمه دي يعني لو فكرنا مع بعض بصوت عالي شويه هنلاقي ان دي هنا الاولى ودي الثانيه. فكقيمه في الضغط فضغط الاولى اعلى من ضغط الثانيه. طب ثانيه واحده، هو الضغط ودرجه الحراره، يعني هو بيسال على درجه الحراره، الضغط ودرجه الحراره علاقه طرديه، وبالتالي يا جماعه درجه حراره الاول اعلى من درجه حراره الثاني. طيب دي بالنسبه للاولى. بسم الله الرحمن الرحيم. بنفس الطريقه هنختار نقطه وليكن النقطه دي مثلا. النقطه دي احنا ثبتنا فيها الحجم، يبقى نقول لنفسنا عند ثبوت الحجم، عند ثبوت الايه؟ الحجم. طيب بالمناسبه هو دي درجه حراره برضه، تمام؟ طيب النقطه التقاطع اللي احنا عندنا عليها الاولى ونقطه التقاطع اللي احنا عندنا عليها الثانيه. طيب نقطه التقاطع دي برقم ونقطه التقاطع دي برقم. هنلاقي يا جماعه ان ضغط كقيمه ضغط الثاني اعلى من ضغط الاول. طب ايه علاقه ضغط بدرجه الحراره؟ طردي طبعا، وبالتالي تي 2 اعلى من تي 1. طيب ادي ثاني واحده. ثالث واحده لو اخترنا نقطه بنفس الطريقه ادي الخط، تمام؟ هنا بقى يا جماعه بيسال عن الضغط، بيسال عن الايه؟ الضغط. دي النقطه كده عند ثبوت درجه الحراره. لو انا ثبتت في المساله درجه الحراره عديت على النقطه دي وعديت على النقطه دي، النقطه دي ليها قيمه والنقطه دي ليها قيمه. هلاقي بقى ان حجم، خد بالك، الاولى اعلى من حجم الثاني. طب ايه علاقه الحجم بالضغط؟ عكسيه طبعا، وبالتالي ضغط الاولى اقل من ضغط الثاني. زي الفل كده، شكرا. طيب ايه بقى الجميل في الموضوع؟ ان انا ممكن احط لك قانون سحري يلم لك المسائل كلها اللي هو القانون العام. وطبعا شايفك اللي بتشتم في الفيديو لان المفروض طب يا مستر طالما في قانون سحري بيلم القوانين كلها انت ليه وجع دماغنا كل ده؟ كان لازم ادي لك القوانين التفصيليه الاول، لان القوانين التفصيليه الثلاثه اللي احنا اخدناهم دول هي عباره عن قوانين بتحسب ضغط الغاز، ولكن بتحسب ضغط الغاز
وحجم الغاز وحراره الغاز بشرط وجود ثابت. القانون اللي جاي ده يا جماعه اسمه القانون العام للغازات. القانون ده هنستفاد منه النهارده ان لو عندي كميات مختلفه اقدر استخدمها كلها. صلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. القانون ده ليه صيغتين حل. الصيغه الاولى صيغه واحد للحل، صيغه اتنين للحل، صيغه ثلاثه للمسائل بتاعه الخلطه. فاهمك بقى؟ انا بتلكك عشان اقعد والله. طيب بسم الله. يا حلوة يا شيماء الناس. طيب ايه الصيغه اللي بنحل بيها يا جماعه؟ طبعا القانون العام للغازات هيقول ضغط الاول فحجم الاول على حراره الاول بيساوي ضغط الثاني فحجم الثاني على حراره الثاني. والله هو ده صيغه صحيحه يعني؟ طيب هقول لك على حاجه. قرر كده تثبت الحراره. لو شلت الحراره مش هتلاقي بي في في 1 قد بي في في 2، يعني لو قلت بي 1 على بي 2 تساوي في 2 على في 1. طب ما ده قانون بويل. طب لو ثبت الحجم هيبقى قانون جولي، بي 1 على تي 1 بي 2 على تي 2. طب لو ثبت الضغط هيبقى في 1 على تي 1 في 2 على تي 2، قانون تشارلي وهكذا. طيب القانون ده طبعا بالمفكوكات بتاعته الحراره دي لو اختلفت بالستريسيس دي بقى بالكلمه على طول الحجوم بتتشال. حط بقى مساحه، حط ارتفاع، حط اف اتش، ممكن الاتش تبقى ثابته نحط الاتش بس. طب بعيدا عن الاي والاتش ممكن نحط ار تكعيب لو هي فقاعه. عيش بقى مع المساله. الصيغه الثانيه من صيغ الحل هي ايه بقى؟ ممكن اشيل الحجم واحط بقى عند ثبوت الكتله. طب انا اقول لك منين النوع عند ثبوت الكتله؟ هتعرف منين ان القانون عند ثبوت الكتله؟ هقول لك يا سيدي. الاناء هيبقى مغلق وبناء عليه كميه الغاز اللي جوه ضغطت او حرارتها زادت، فكان الاناء يا اما مغلق يا اما يا جماعه قال لك ان احنا ضمننا ان كميه الغاز ما خرجتش، وبناء عليه طالما كميه الغاز ما خرجتش يبقى الكميه ككتله ثابته، ولو الكتله ثابته الحجم والكثافه علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. فاحنا هنقول ايه بقى في المساله؟ صلي على النبي. هنقول بي 1 تي 1 هنشيل الحجم ونحط كثافه. علاقه عكسيه اهي، شلنا الحجم من فوق حطينا الكثافه تحت. بي 2 تي 2 رو 2 وهكذا. شكرا كده خلص القانون. طيب ايه القانون الثالث؟ صلي على النبي وهقول لك. القانون الثالث هو صيغه 3 في المسائل بتاعه الخلط. ايه بقى مسائل الخلط؟ ده بقى يا باشا محتاج منك حته حلوه كده. بص يا سيدي صلي على النبي، امشي على القانون ده ومش هتيأس يا جماعه. فيا جماعه صيغته ايه؟ بي 1 او بي في على تي بيفور ميكسينج. معلش قبل الخلط بتساوي بي في على تي بعد الخلط. بعد الايه؟ بعد الخلط. فهنقول يا جماعه بص كده صلي على النبي. بي 1 في 1 على تي 1 زائد بي 2 في 2 على تي 2 بتساوي بي خليط حجم الخليط على حراره الخليط. شكرا. شوف التعديلات بقى. ده بقى قانون عام، مفيش مسألة خليط في الفصل كله تقدر تقع منك مع الثلاثة دول. انسى. طبعا لو في ثابت بتشيل، مفيش ثابت يبقى الثلاثة بايه؟ بيحلوا مع بعض. ومسائل الخلط يا جماعة ما أجملها. والله مسائل الخلط سهلة جدا ولذيذة جدا. ضغط الأول، حجم الأول، حرارة الأول، ضغط الثاني وحجم الثاني وحرارة الثاني يديك ضغط. طب لو في ثابت طير التي مثلا يعني. طب لو في ثابت الحجم طير الحجم، لو في ثابت الضغط طير الضغط. يعني ده خلطة بالثلاث طرق. لا باربع طرق. منه لو في حاجه ثابته تحلها في 3 ثوابت، ممكن تثبت الحجم، ممكن تثبت الضغط، ممكن تثبت الحراره. طب لو مفيش ولا واحده ثابته
اعمل القانون العام. يبقى مسائل بقى ممكن نحل بالقانون العام في الصيغتين دول، وممكن نحل بالقانون العام في مسائل الخط برضه.